الكبسة السعودية والفتة المصرية. الأكلتين شبه بعض وبيبقوا قريبين من بعض في نفس المكونات أو في نفس الشكل، والأكلتين لدولتين مختلفتين. وطبعا الأكلتين دول من التراث للدولتين، يعني الفتة المصرية دي قديمة جدا والكبسة السعودية قديمة جدا، وهم يعني بيميزوا الدولتين بالنسبة للأكل. لما تيجي تفكر في الأكل في أي دولة منهم يبقى بتفكر في الفتة المصرية أو في الكبسة السعودية. والكبسة السعودية دي بتبقى عبارة عن رز بسمتي زي ما احنا شايفين كده، وبتبقى مثلا ممكن بالخروف أو ممكن باللحم أو باللحم الضاني يعني، أو بالدجاج أو الفراخ يعني. تمام. هم بيقولوا طبعا في السعوديه بيقولوا الدجاج يعني، لان هم بيتكلموا لغه عربيه فصحى. وزي ما احنا شايفين كده بيبقى مثلا الكبسه دي عليها الصوص برضه، وده طبعا مش عارف هو صوص ولا عسل نحل، الله اعلم يعني. بينزلوا على الخروف المشوي زي ما احنا شايفين كده، وبينزل بقى على الكبسة. الكبسة دي بتبقى فيها برضو مكسرات وفيها ممكن يحط عليها سلطة، ممكن يحط مثلا بيعصر عليها ليمونة محروقة كده، مش فاهم انا يعني. طبعا بتبقى لهم حاجات وعادات خاصة كده زي ما احنا شايفين، وتقطيع اللحم وبطريقة معينة، ولهم شو معين كده في تقطيع اللحوم. وطبعا الكبسة السعودية بيبقى ليها طريقة في الأكل كده، بيكوروا كورة بإيديهم كده، أو اللي بياكل بياخد السلطة على المكسرات على الرز على اللحمة كل ده في كورة واحدة بإيديه كده، ويلمها بإيديه ويجي واكل إيه مرة واحدة. وده طبعا خروف داخل علينا اهوت، خروف بس خروف حاجة حلوة قوي مشوي، وداخل وإيه وداخل برجله اليمين يعني بالصلاة على النبي. وتحتيه الكبسة السعودية زي ما احنا شايفين اهوت، اللهم صل على النبي، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. وكده بقى هنخش على الايه، على الفته المصريه. طبعا ستات البيوت بيحبوا الفته المصريه وبيحبوا ياكلوا اولادهم، لان الفته دي بتاكل يعني يعني بتخلي الاكل سهل. بتبقى مشهوره في العيد، في العيد الكبير اللي هو عيد الاضحى، بيعملوا الفته باللحم الضاني اللي هو لحم الخروف، وبتبقى اسمها فته ضاني او بتبقى اسمها فته العيد، وبيبقى لها توميه كده وايه وحاجه معينه بصراحه بتبقى مميزاها جدا يعني. لان المصريين مشهورين بموضوع الفته ده، موضوع الفته المصريه بالذات. بيحمص لها العيش، وبعد كده بيحط فوق العيش الرز طبعا، وبعد ما يكون مثلا ادى للعيش ده شويه شوربه كده علشان يطريه. طبعا العيش المحمص ده بيبقى ليه طعم معين كده، بيدي نكهه كويسه وجميله جدا يعني مع الايه، مع الفته. وبعدين يعمل التوم والتوميه والسلطه ومش عارف والصلصه والكلام ده كله، وبعد كده بينزل بالرز على العيش المبلل بالشوربه. وبعد ما بينزل على العيش بالرز بيحط بقى عليه التوميه من فوق والصلصه وكده، واللحمه بتتحط عليه. طبعا اللحمه دي في طريقه للحمه دي بتتعمل في الفرن كده، بتبقى طريقتها جميله جدا، اللي هي اللحمه الملبسه دي، وبتبقى جميله جدا فوق الفته زي ما احنا شايفين كده. دي اللي هي الفينش النهائي بتاعها وشكلها النهائي بيبقى كده. وده طبعا ده حد قاعد في مطعم وبياكل فته برضه. وطبعا المطاعم مشهوره جدا بالفته، يعني الفته دي بتبقى موجوده في المطاعم المصريه، يعني موجوده في المطاعم المصريه كلها، او في اماكن معينه ومطاعم مخصصه زي المطاعم اللي بتقدم اكلات شرقيه، المشويات والرز المعمر والحاجات والملوخيه والمش عارفه، بيعمل لك بقى فته ملوخيه، يعمل لك فته ضاني، يعمل اي فته. ودي طبعا فته ملوخيه بتبقى فته يعني حاجه كده بصراحه. الملوخيه طبعا زي احنا اتكلمنا عن الملوخيه في فيديو تاني قبل ده، الملوخيه ده لها طعم تاني خالص وموضوع تاني وموال تاني. وطبعا الفته اللي انا عايز اقول لكم عليه، الفته اللي هي الفته بتاعت الضاني بتاعت العيد دي بتلم العيله، بتبقى عزومات زي نظام الكبسه كده. هو الفرق يعني الشبه اللي ما بين الفته والكبسه ان هم بيتعاملوا في طبق كبير وبيلموا الناس حواليهم والكل بياكل من الطبق ده. شكرا لكل اخواتي اللي بيتفرجوا عليا وبيشاهدوني وبيسمعوني. بدعوكم للاشتراك في القناه واعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله نقدم لكم حاجات احسن وفيديوهات احسن ان شاء الله في اللي جاي حلو ان شاء الله، ونقدر نفيدكم بمعلومات. اطلعوا على القناه بتاعتنا وشوفوا فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله.